السلام عليكم يا شباب. النهارده معانا الحلقة 19 من حاكم الوحوش. يا رب تعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك وصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ابتدي حلقتنا بأن الدكتور تولدر ابتسم وقال الاستيقاظ البشري وتطوره ماشيين بشكل صح وفي الاتجاه المظبوط مع الأرواح على كوكب أروكا. المشهد بينتقل لمكان تاني وسط ناطحات سحاب عالية جوه مكتب مدير الأمن البريطاني. هوبرت زينوس مسك التليفون وقال يعني ديفيد مع بارك سوهو. البنت قالت له هو لسه ماشي حالا، كل المعلومات اللي قدرت أخزنها في الحجر اتسجلت بالكامل. لما سمع كده قال بإحباط مشي بدري عن المتوقع. تعالي مقر الأمن في أسرع وقت. عند البروفيسور التليفون كان بيرن بشكل متواصل، رد وقال ايوه يا فندم. هوبرت سأله بسرعه ايه رأيك، التجربه نجحت؟ البروفيسور رد وقال له ايوه حصلت بالظبط زي ما كنا متوقعين. التأكيد ده خلاه سعيد جدا وقال يعني لو نجحت على بارك سوهو هتنفع كمان على سكان كوكب أروكا صح؟ البروفيسور وافق وقال له انا شايف كده. هوبرت ضحك بصوت عالي وقال ممتاز، واضح ان الوقت جه ندي درس للملوك المتكبرين دول وعمرهم ما ينسوه. البروفيسور كمل وقال بس ملوك أروكا لسه حلفاء قريبين مننا وادونا جزء كبير من التكنولوجيا بتاعتهم، مش المفروض نكون حذرين اكتر؟ هوبرت رد بصراحه وقال مفيش حليف بيفضل للابد يا بروفيسور، ملوك كوكب أروكا ممكن ينقلبوا علينا في اي وقت. البروفيسور قال بس لسه في مشاكل كتيره قبل ما الموضوع يبقى جاهز للاستخدام التجاري. من الطرف الثاني صوت عالي صرخ وقال يبقى تسرع، نسبه المجرمين المزيفين من المستيقظين بتزيد في العالم كله، حتى لو اضطرينا نتعايش مع ملوك أروكا العلاقه دي ممكن تنتهي في اي لحظه. رغم انه فاهم ده البروفيسور كان متردد. كان هوبرت فكره وقال سهم الرطب اللي هو رمز القوه قرب يظهر، لازم نلاقي طريقه نسيطر عليهم باسرع وقت. التليفون اتقفل واتحط على الترابيزه. البروفيسور بص للحجر اللي في ايده وقال المشكله ان متوسط قوه بارك سوهو الجسديه 8000، هو الشيء ده قوي كفايه يوقف وحش زيه؟ المشهد ينتهي لسوهو وهو راكب ويفرن وراجع بسرعه لكوريا الجنوبيه. عينيه كانت مليانه غضب وقال جوه نفسه ازاي يجرؤ يدخل ارضي، انا اللي هدمرك بايدي يا هيرو. في بيت سوهو المجموعه كانت متجمعه ولسه بتتكلم. هان دونجو سال سوهو قال ايه؟ جونهو اتنهد بتعب. زاك ضغط عليه وقال له في ايه، حصل ايه؟ جونهو رفع الموبايل قدامهم وقال احنا انتهينا. زاك اتصدم. ميزونج جين كمان قال له قال ايه؟ ثلاثه قربوا يبصوا على التليفون وبعدها صرخوا. الرساله من سوهو كانت تدريب خاص لحد ما تبقوا شبه ميتين. المجموعه كلها اتخضت وقالوا ايه ده، هو احنا عملنا ايه غلط؟ دموع هان دونجو نزلت وهو بيعيط. هنعمل ايه قدام اقوى واحد في العالم؟ مين يقدر يهزم واحد من رتبه اس؟ وفجاه التلفزيون عرض خبر بعنوان اذلال عالمي لنقابه سوهو ومعاه تعليقات كتيره موتوا بقى، احراج فظيع، حتى لو الخصم هيرو برضه مهزله. شفت الفيديو؟ خليكم محترمين شويه، الضعاف دول هيعملوا ايه قدام اقوى واحد في العالم؟ الراهب ميزونج جين اتكسر واتخانق مع ميانغونج، مش كده؟ اطلعوا بره كوريا، ارضهم بتتهاجم وسوهو لسه ما ظهرش. هو سوهو خايف؟ هو الفيديوهات دي مفبركه؟ لازم نحقق مع مارك سوهو المروج. كل ما كانوا بيقروا غضبهم كان بيزيد. ده فيديوهاتي؟ بيقولوا علينا ضعاف وراهب مزيف كمان. جونهو قال باحباط دي تعليقات من منتدى نقابه هيرو. زاك قال البشر فعلا اوحش حاجه، دول كوريين بجد. اول ما قال كده جونهو عيط اكتر وقال كنت عارف محدش بيقف جنبنا لما نبقى احنا الضحيه. زاك سأل هان دونجو انت نزلت الفيديو ليه؟ رد وقال له علشان ارفع قضيه على الولد هيرو ده طبعا. لما شافوا الكل متوتر ميزونج جين حاول يهديهم وقال ما ينفعش نرد على التعليقات دي، وقت الخطر لازم نفضل هاديين. هان دونجو رد عليه بدي وقال له بص مين بيتكلم، اللي شير طول الليل واتخانق مع الناس لحد ما البوليس خده. ميزونج جين لف وشه باحراج وكان فاكر اللي حصل. طيب خلاص انا يمكن زودتها شويه، كمل بقى، روح اشرب تاني يا راهب مزيف. الراهب ده مستيقظ، بلغوا عنه. قال انا كنت بس رايح ادعم شويه محلات صغيره وفجاه قابلت ناس لابسين وشوش بشر. جونهو قال سيبنا من ده كله، المهم لما يرجع احنا مش هنبقى في امان. هو متعصب جدا. ميزونج جين قال يمكن احسن حاجه اننا ننسحب مؤقتا من النقابه لحد ما العاصفه دي تعدي. هان دونجو وافق وقال انا عاجبني كلامك اكتر واكتر يا معلم. زاك قال لهم طب الخبر بيقول ايه تاني؟ هان دونجو بص في الموبايل وقال المقال بيقول بصراحه الموضوع محزن فعلا. اول ما سمعوا الكلام ده المجموعه كلها اتصدمت وقالوا محزن ايه؟ زاك اتعصب جدا وكان هيولع. واحد اجنبي دخل البلد بشكل غير قانوني واتسلل لارض النقابه بتاعتنا، ومش بس كده ده كمان هاجمنا وخرب الدنيا. وفي الاخر كل اللي يقولوه محزن فعلا، اقل حاجه يمسكوا هيرو ويحاسبوه على اللي عمله صح. وفجاه هان دونجو قال في مقال بيقول ان هيرو رجع اليابان خلاص. جونهو اتصدم وما صدقش، سابوه يمشي كده عادي؟ ميزونج جين اللي قاعدين جنبه كانوا ساكتين ومش لاقيين كلام. جمع ايده مع بعض وقال يا ملك الرحمه. فجاه زاك قام وقف وقال انا مش قادر استحمل اكتر من كده، لازم اروح للسلطات واوضح كل حاجه. جونهو بص له وحاول يهديه، اهدى غالبا هيقولوا الموضوع هيبقى معقد لو بقى قضيه دوليه لازم نحلها بايدينا. وساله مش هيرو تابع لهيئه الدفاع في اليابان؟
اليابان الموضوع مش مجرد مشكلة شخصية. ميزونج جين قال اللي يتكسف بجد هم المسؤولين، مش فارق معاهم تعب الناس، ده عار. زاك كمل بإصرار وقال مفيش ولا مقال واحد واقف معانا مع إننا الضحية، ليه بلدنا كده؟ بعد لحظة سكوت هان دونج بص في موبايله وقال في مقال من أمريكا بيقول إن نقابة سوهو لازم تنقل لدولة أقوى تحميهم زي الولايات المتحدة. جونهو قال بالظبط، اللي حصل مش عشان إحنا ضعاف، ده عشان بلدنا ضعيفة. زاك قال لهم كان المفروض نهاجر من بدري. هان دونج اتضايق وهو فاكر تصرفات ليونجو وقال كل الأحوال الوحيد اللي يقدر يحل الموضوع ده هو سوهو. انتوا شفتوا عينيه كانت عاملة ازاي؟ ساعتها قال هاتوا بارك سوهو خلال 10 أيام وإلا هموتكم بإيديا. أول ما افتكروا الكلام ده المجموعة كلها اترعشت وقالوا احنا كنا عايزين بس مش عارفين نوصل له. زاك دموعه نزلت وقال حتى بعد الإهانة دي جسمي اتجمد ما قدرتش اتحرك خطوة. هان دونجو قال بس لو كنا حاربناه غالبا كنا هنموت كلنا. صح، ولو كنا متنا بإيديه كان هيحصل له ايه؟ يبقى احنا عملنا الصح. وبعد ما خلص كلامه بص لجونه وسأله اخبار جانو ايه؟ الولاد شكلهم مصدومين. رد عليه وقال له جانو شكله كويس، مش بيتكلم بس بيتفرج على التلفزيون في اوضته وده كويس. ايوه هو كان بيتحرك كتير قبل كده. صح، حتى الديابة كانت بتبعد عنه بهدوء، لكن الحقيقة في اوضته الولد كان مبهور جدا بالراجل ده وعينيه تلمع وقال هيرو بجد مذهل، معقول حد زيه يظهر قدامي؟ هان دونجو جز على اسنانه وقال استنى بس لما سوهو يرجع هيضحك الولد ده. جونهو قال بجدية لازم نعمل شوية حاجات قبل ما يرجع. هان دونجو مش فاهم، بصوا لبعض وفهموا بعض وسكتوا وهما موافقين. بعد شوية بره جونهو وهان دونجو كل واحد ماشي لوحده وجونهو اتنهد وقال ليه انا بس؟ تاني رد وقال له الباقي مشغولين. جونهو قال له وانا كمان مشغول. وهما ماشيين قلب دي اكيد دفنوها في حتة هنا قبل ما يمشوا. هان دونجو قال له بس كده اكنك بتدور على ابرة في كوم قش. وفجأة الموبايل رن وجونهو رد، كانت ميسو وقالت بسعادة شكرا لتعاونك، بفضلكم قدرنا نكمل استكشاف الدنجن. جونهو استغرب وقال بس احنا ماضينا عقد. هي ردت وقالت لو سمحت ما تزعلش من الحكومة بسبب اللي حصل مؤخرا. جونهو سكت وقال تمام مع السلامة. بعد المكالمة بص لهان دونجو وقال يلا نروح نزرع وحوش. هان دونجو استغرب وقال له بجد؟ رد عليه وقال له اكيد زرعوا اجهزة تنصت في الاماكن المهمة قبل ما يمشوا، انا متأكد. هان دونجو قال له بس ما تقساش على ميسو، هي دايما بتساعدنا. جونهو كان عارف ده بس في نفس الوقت مش قادر يثق في حد. قال له صح بس العدو دايما بيكون اقرب واحد لينا. هان دونجو فكر شوية وقال ممكن، الحذر مش غلط. بعد شوية جوه المزرعة ديابة الفيلة وانواع تانية كانوا بيلعبوا مع بعض. هان دونجو اتفاجئ وقال العدد كبير قوي. جونهو قال له لسه في اكتر. وفجأة ارنب اسود ودب بني واقفين على الجرف وبيضربوا بعض من غير ما حد فيهم يستسلم. هان دونجو اتلخبط وقال هما بيلعبوا. جونهو حس ان الموضوع مش طبيعي وقال لما القط يغيب الفئران تلعب، انت فين؟ بص في الموبايل وقال في خبر جديد من امبارح، راكب حوت ضخم في بحر الصين الجنوبي واصطاد 4 وحوش ضخمه بعاصفه جليد. العنوان ليه سوهو ما روتش الوحوش دي؟ جونهو استغرب وقال البحر الصيني الجنوبي. رد عليه وقال له لو هو هناك يبقى قرب يرجع. وبعدين سأله بس مفيش بحر في مزرعه الوحوش، ليه روت حوت؟ هان دونجو قال له هو بيروض وحوش من قبل حتى المزرعه كانت لسه ما اتعملتش اصلا، بس واضح ان سوهو مستواه عالي جامد وهو بعيد، ده حتى جامد سطح البحر عشان يقتل الوحوش. اول ما قال كده جونهو فجأة حس بحاجه غريبه وقال انا عمري ما شفت ده قبل كده. هان دونجو سمع وبص ناحيته واللي ظهر قدامهم خلاهم اتصدموا الاتنين. فوق الشجره قدامهم فجأة ظهر 2 قرود يابانيين وقعدوا قدامهم وقال مش دول قرود يابانيين؟ تاني رد عليه وقال له ممكن. وقبل ما يكمل كلامه الاتنين فهموا لوحدهم وعينيهم وسعت وبقهم اتفتح. لا مستحيل، زي ما كانوا متوقعين الاخبار بدأت تنتشر بسرعه رهيبه. خبر عاجل، سوهو بيهاجم طوكيو. الاتنين بصوا لبعض وهم مصدومين وبيصرخوا بيهاجم طوكيو؟ المشهد بينتقل وسط مدينه طوكيو في اليابان. سوهو طاير في السماء راكب الويفرين والناس تحت مرعوبين. سوهو امر الوحش بتاعه ينزل الشارع وبدأ يبص حواليه. الناس تحت جريوا وهم مرعوبين وبيصرخوا ده فارس التنين، وكل اللي حواليهم بيجروا وبيصرخوا ايه اللي بيحصل؟ الحدث المرعب ده اتنقل لايف بسرعه بعنوان سوهو هجوم جوي على طوكيو، والتعليقات بدأت تنهال. سوهو في طوكيو، فريق هجوم جوي، طوكيو بتتهز بسبب سوهو. هو فعلا بيهاجم طوكيو بالويفرين، هو لسه ما هاجمش اصلا بس العنوان مولع الدنيا، هو جاي يخلص على اليونغو. سوهو اتجاهل كل اللي حواليه وصرخ بغضب يا هيرو اطلع لي دلوقتي. في البيت جونهو وهان دونجو كانوا بيتفرجوا مش مصدقين، ده جامد جدا. الخبر انتشر في كل حته والناس بتهمس، هو بجد جاي ينتقم. سوهو قلبه جامد. سوهو بوش مليان غضب فضل يصرخ ويقول قلت لك اطلع يا جبان. فجأة طيارات هليكوبتر وصلت بسرعه. خبر عاجل، فارس التنين ظهر فجأة في طوكيو وبيطارد هيرو، تأكد انه داخل البلد بشكل غير قانوني. ورغم ان ظهوره عمل زحمه رهيبه مفيش اضرار كبيره لحد دلوقتي. قوات مكافحه الجرائم للمستيقظين وصلت للمكان. الملازم ساساكي من وحده طوكيو الاولى، عربيه وقفت ونزل منها راجل ومعاه فريقه. كان ساساكي، ده ساساكي فعلا، 10 اقوى واحد في العالم. فريقه بدأ يتحرك ناحيه المكان. تعليقات انفجر تاني، ساساكي رتبه اس، الدنيا هتولع. سوهو انتهى. وصل لنا خبر ان كتيبه دبابات هيبقى 10 داخله طوكيو بسرعه. وفي نفس
نفس الوقت طيارات بدون طيار كانت بتنقل صورة مباشرة. الدنيا كانت بتسخن أكتر وجونه وشه اصفر وقال واضح إن سوهو داخل في مصيبة كبيرة. في وزارة الدفاع اليابانية في غرفة الطوارئ شاشة كبيرة كانت بتعرض سوهو لايف. الأوامر طلعت فورا: تيب الدبابات طيب 10 جاهزة، سرب الطيارات جاهز. علامات التصويت كلها اتثبتت على سوهو والويفرين. دايغو نائب قائد هيئة المستيقظين قال لوزير الدفاع كوروساوا: سوهو لسه بنحاول نضمه لصفنا. كوروساوا ابتسم وقال: ساساكي وصل، خلينا نراقب الأول نشوف يستاهل نستخدم أقوى موردين عليه ولا لا. في الناحية التانية الناس بتشجع ساساكي والتعليقات شغالة: بص على هيبته، سوهو انتهى، ما تقللوش من سوهو، امبارح جامد 4 وحوش عمالقة. وسوهو واقف في النص بيصرخ وبيقول: يا هيرو اطلع. ساساكي قرب منه وقال: يا فارس التنين. سوهو وقف وبصله. ساساكي قال له: انت مقبوض عليك، دخول غير قانوني، نشر فوضى، تهديد الامن وتهم تانية كتير. سوهو كان هادي بس الغضب باين على وشه وقال: انت هيرو؟ ساساكي رد وقال له: انا ساساكي كازوهيرو من الشرطة، انزل فورا وسلم نفسك. سوهو صرخ بغضب: لو مش هيرو غور من وشي. الناس كلها اتصدمت: ايه ده، هو اتجنن؟ ازاي يتحدى ساساكي؟ ساساكي ابتسم بسخرية وقال: واضح انك كوري قليل الادب فعلا. وبعدها رفع ايده وبدأ يكون دايرة غريبة. الناس اللي حواليهم كانوا بيشجعوا بجنون. ناحية سوهو طاقة سودا مرعبة بدأت تظهر من العدم، زي حبال بتتلف حوالينه وتشد عليه. ساساكي جري عليه وهو بيزعق: ما تتحركش، كل ما تتحرك هتشد اكتر. سوهو فضل هادي ورفع ايديه الاتنين وبص للحاجات الغريبة اللي ملفوفة عليه. في اللحظة دي ساساكي نط في الهواء وهجم وقال: دلوقتي هستخدم القوة عشان اسيطر عليك. والمشهد لسه بينتهي اللايف والتعليقات شغالة تشجع ساساكي. لكن قبل ما حد يفرح سوهو كان فك نفسه من القيود من غير ما حد ياخد باله وضرب ساساكي لكمة مباشرة في وشه. الضربة كانت مدمرة، طيرته بعيد من غير ما يلحق يرد. الناس تحت شهقت. ساساكي وقع على الارض واتدحرج كذا مرة. لما فاق حاول يقوم، وشه كان فيه علامات اللكمة والدم نازل من مناخيره وهو مش فاهم ايه اللي حصل. سوهو بصله بابتسامة وهو بيشد القيود بايده وقال: حلو، لو ارضك بتتهاجم المفروض تدافع عنها بكل قوتك، صح؟ في اللحظة دي الويفرن رجع راسه وطلع زئير مرعب، وفجأة كل القيود اللي ساساكي عملها اتكسرت بالكامل. الناس اترجعت من الرعب. ده مرعب، مرعب جدا. ساساكي لسه ما استسلمش، مسح الدم وقال: فعلا فارس التنين، قوتك زي ما بيقولوا. كمل وهو متوتر: لو ما كنتش فعلت الاضعاف في الوقت المناسب كنت اتمسحت خالص. سوهو بصله ببرود وقال: يبقى عرفت، غور من وشي. لكن ساساكي اصر، كون خاتم بايديه وجري عليه وهو بيزعق: هتتحاسب على الاعتداء على موظف حكومي. سوهو اتضايق اكتر وعينيه لمعت بغضب، نط في الهواء وهاجم بايديه الاتنين. سوهو اضطر يتعامل معاه تاني ورفع ايده وقال: لف الهوا. فجأة الهوا حوالين ساساكي لف عليه باحكام ولف جواه. كله واقف مصدوم وعينيه مفتوحة. في المقر دايغو وكوروساوا كانوا مصدومين برضه. وفي نفس اللحظة ساساكي بقى بيلف في الهوا وبعدها اترمى جوه على المبنى اللي قدامه وخبط فيه بقوة خلت الحيطان يطير في كل حتة. حائط المبنى اتفتح فيه حفرة ضخمة والمكان كله سكت فجأة. دايغو وكوروساوا واقفين مذهولين. في بيت سوهو جونو وهاندونجو كانوا بيتفرجوا وهم فرحانين: ده طياره، ايوه ده صاحبنا. سوهو واقف على ظهر الويفرن والويفرن بيطلع نار ووشه كله غضب وصرخ: يا هيرو اطلع بقى، بطل تبعت رجالتك. المستيقظين اللي موجودين اتخضوا جدا: الولد ده ما بيتحركش بتهور، احنا شغلنا نحمي المدنيين بس. التعليقات بدأت تتغير: ساساكي من اقوى 10 في العالم واترمى زي اللعبة، هو مات ولا ايه؟ فين فريق طوكيو؟ كوروساوا ابتسم وقال: هو احسن مما توقعت، شكله اهم من هيرو كمان. دايغو قال: قبل كده بارك سوهو كان بعت لنا دعوة وكنا ناويين نحدد ميعاد اول ما المجال الجوي يتأمن. بره سوهو كمل وهو بيصرخ: لو ما جيتوش هيرو احرق كل حاجة في دايرة 1 كيلو. اول ما قال كده الناس جريت مرعوبين والباقي قال: المدنيين في خطر، لازم نخلص على الفارس التنين بالاقمار الصناعية. كوروساوا ابتسم وقال: الدنيا بدأت تبقى ممتعة، ليه قلقان؟ وسأل: هنعمل ايه دلوقتي؟ دايغو قال: الملازم مايسايا بيجهز. وفجأة واحد تاني ظهر وقال: كفاية. سوهو اتفاجئ وبص وراه، كان في راجل لابس لبس انيق وواقف بثقة. معلوماته ظهرت: القوة البشرية 23، السرعة 2. سوهو بصله وسأله: انت مين؟ الراجل ابتسم وقال له: انا الملازم مايسايا من الشرطة والاحسن انك توقف هنا. سوهو محبش يطول الكلام وقال: هات هيرو حالا، عندك 30 دقيقة. مايسايا رد وقال له: هيرو مش هيجي دلوقتي. سوهو سأله ليه، رد بجدية وقال له: هو دلوقتي بيهاجم دينجن مستوى 7. لكن سوهو ما استسلمش وكمل يسأل: هو رايح فين؟ مايسايا رد وقال له: مش هتقدر تقابله دلوقتي، هو مش هيظهر تاني قبل 10 ايام على الاقل. اول ما سمع الكلام ده سوهو بان عليه عدم الرضا وقال بغضب: واحد محتاج 10 ايام علشان يخلص دينجن وبيفكر يتحداني؟ مستحيل. مايسايا اتوتر جدا وعرق نزل منه وقال متلخبط: على اي حال ده دينجن مستوى 7. سوهو من غير ما يضيع وقت في النقاش قال بحسم: قلت 10 ايام، تمام هرجع وقتها. مايسايا قال بشرط: تمام بس لازم تعوضوا الخسائر اللي حصلت النهارده. سوهو بص له وقال بسخريه: تعويض ايه؟ مفيش حاجه هنا هتتعوض، الغلط عليكم. كمل وقال: قول له ان بس اللصوص الجبناء هم اللي بيسرقوا لما صاحب المكان يكون مش موجود. اول ما خلص كلامه مايسايا نزل راسه فجأة ووشه ما بقاش باين، بس طرف بقه اتحرك بابتسامه خفيفه وقال: هبلغ الرساله. من غير كلام تاني سوهو ركب
ركب الويفرن وطار في السما بسرعة. في المقر الناس بدأت تتوتر، ما ينفعش نسيبه كده يمشي، ده كده فضيحة وطنية. كروساو قال ببرود: نحشد الجيش كله ضد شخص واحد، ده هيبقى إحراج كبير. وبص وقال: هو قال إنه هيرجع، ابعتوا طيارة F-53 ترافقه لحد ما يخرج من نطاق الدفاع الجوي. وفجأة ورا سوهو وهو طاير ظهرت مجموعة طيارات مقاتلة، لكن عينه فجأة ركزت لتحت وبص بصدمة وهو شاف بوابة دنجن ضخمة وسودة جدا قدامه. وقال في سره: بوابة بالشكل ده ممكن تكون دي بوابة كوكب جوتو الأسطوري. في نفس اليوم خبر هجوم بارك سوهو على طوكيو انتشر زي النار في الهشيم وهد كل حاجة. المعركة الكبيرة، بارك سوهو ضد هيرو، أقوى خبر في العالم. في البيت المجموعة كانت بتتفرج وبيضحكوا جامد وبصوا للخبر: بارك سوهو، معركة مدمرة في طوكيو. كلهم ضربوا على رجليهم بفخر: ده خونا سوهو، خلاهم يدفعوا الثمن. التلفزيون كان بيعرض ساساكي وهو بيتضرب بشكل مهين جدا من سوهو. المتهم فقد الوعي بعد الضربة القاضية. الملازم ساساكي اتنقل للمستشفى بسبب ارتجاج شديد في المخ. صوت قلب حماس شاف المشهد ده مع جونهو كان حاجة خرافية. الحكومة اليابانية أعلنت إن اللي حصل ده اعتداء صريح، طالبت باعتقال بارك سوهو فورا وإلا هيعلنوا حرب على كوريا الجنوبية. أول ما الخبر انتشر الكل اتصدم، وفي نفس الوقت الوزراء كانوا في اجتماع طارئ متوترين وساكتين. المقال وصل ل 122 ألف تعليق وآراء مجنونة. هان دونجو قال وهو بيتنهد: واضح إن الحرب جاية بسببه. جونهو قال بقلق: نعمل إيه دلوقتي؟ وبتفكير قال: نستغل الفرصة ونهاجر أمريكا، مستحيل يعلنوا الحرب عليهم. زاك قال بهدوء: لا، نستنى لما سوهو يرجع وبعدين نقرر. فجأة ظل طير عدى من الشباك وبعدها نور قوي جدا دخل المكان وخلى الكل يفزع. صوت الطفل جانو ندى: عمي. سوهو رد وقال له: انت كويس يا جانو؟ الطفل قال: بابا، عمي رجع. ايوه انا كويس، وحشتني يا عمي. جونهو قام فجأة مرعوب وقال: هو رجع؟ الطفل قال: بابا والاعمام بيشربوا وبيتفرجوا على التلفزيون في المكتب. وفجأة الباب اتكسر ودخل سوهو وشه مظلم وبيمسك ايده جامد. الكل اتجمد من الخوف والعرق نزل منهم. سوهو بص لهم بعين نار وقال: انتوا بتعملوا ايه؟ وقبل ما حد يتكلم الكل جري. سوهو زعق لهم وقال لهم اقفوا، بس طبعا محدش وقف، وكسروا باب زجاجي ونطوا من خلاله وهربوا. وفي نفس الوقت مقر السر جوه غابة كان في نقاش حاد: لازم نبعت له الحاجة دي فورا، ليه دايما بننفذ طلباتهم؟ لو كده خلوهم يسلموا ليونجو. وزير الخارجية صرخ: هو فاكر نفسه مين؟ كل لما يجي يعمل فوضى. وزير الدفاع قال: هو مش ليونجو اللي بدأ كل ده؟ اللي بيحصل ده ان الناس في الجلسة كانت بتهاجم سوهو بس، انتوا فاكرين نفسكم ابو اليابان ولا ايه؟ لما سمع كده وزير الدفاع انفجر غضب وقال: انت قلت ايه؟ الاتنين فضلوا يشتبكوا بالكلام وقطعوا في بعض. واحد كان بيتمتم وقال: انا بكلم نفسي. تاني رد فورا وقال: انا سمعت كل حاجة يا راجل يا كبير، لو شاطر قوي كده تعالى بره ونتخانق بجد. والخناقة كانت مولعة وفجأة دخل حد يعلن ان الرئيس وصل. فجأة الجو كله اتغير وبقى صمت مرعب. الرئيس دخل بهدوء وقعد على الترابيزة وقال: هل ليونجو وسوهو يعرفوا بعض؟ نائب وزير الخارجية رد باحترام وقال: لا يا فندم، مفيش اي دليل انهم يعرفوا بعض. الرئيس سأل تاني وهو بيفكر: طب ليه عمل كده؟ واحد رد وقال: بنحاول نوصل للإجابة يا فندم. الرئيس قال: سمعت ان ليونجو هو اللي بدأ كل حاجة، صح؟ ليه خاين زي ده يعمل مشكلة مع سوهو؟ مدير هيئة المستيقظين قال بجدية: عندنا احتمالية يا فندم. وبدأ يشرح: الأول إنه بيغير من سوهو وعايز يرفع سمعته بسرعة. الكل همس وقال: ممكن فعلا. وزير الدفاع قال بدي: مش فاهم العالمي الأول بيعمل كده ليه؟ تصرفات أطفال. الرئيس سأل بجدية: لو حصل حرب مع اليابان تاني عندنا فرصة نكسب؟ وزير الدفاع رد بتردد وقال: لو من 10 سنين كان ممكن، دلوقتي فرصتنا ضعيفة، بس لو ميزانية أعلى ممكن نصمد 10 سنين. الرئيس قال: قرار مفاجئ، يبقى نسلمه ليهم. وزير الدفاع اتخض وقال: احنا نسلمه؟ وزير الخارجية قال بحسب ده أفضل حل، لو الحرب حصلت هنموت كلنا، لازم نفكر في بقاء الشعب الأول. وبعدين قال للمدير: جهزوا تسليم سوهو لليابان. لكن المدير قال بهدوء: في احتمال تاني أكبر. الرئيس سأل: إيه هو؟ المدير قال له إن ده مخطط من الحكومة اليابانية عشان تستقطب سوهو. الرئيس فكر وقال: يعني الحرب مجرد ورقة ضغط؟ المدير قال له: في الظروف الحالية الحرب شبه مستحيلة، يعني هم عايزين سوهو نفسه. وزير الخارجية قال بدي: هو فعلا قوي للدرجة دي؟ مش حتى زي اليونجو؟ المدير ابتسم وقال: سوهو مختلف تماما، العالم كله عايز يضمه عشان عنده مهارات طبيعية. الرئيس سأل: مهارات ايه دي؟ المدير قال له: هو ماشي في طريق سحر العناصر، حاجة مفيش غير الأرواح العليا على كوكب أروكا اللي بتستخدمها، ومع إن في عائدين من أروكا محدش قدر يستخدم السحر ده غيره. الكل اتصدم وقال: سحر الأرواح؟ مدير النقل قال: يعني بيستخدمه بسهولة؟ المدير قال بابتسامة: أيوه، سوهو زي ورقة يا نصيب رابحة، ممكن يجيب لنا مكسب كبير. الكل قال بحماس: مكسب كبير؟ الرئيس قال بحسب: طالما كده لازم نحميه حتى لو وصلنا الحرب. وزير العدل حط اسم سوهو في قائمة كبار الشخصيات ومنع خروجه من البلد. في الأخبار: الحكومة ترفض تسليم سوهو لليابان. سوهو فخر كوريا الجنوبية. التوتر بين كوريا واليابان هيتم حله دبلوماسيا. مشروع ضخم على أرض سوهو قيد الإنشاء. وفي الشارع عربية سودا كانت ماشية بسرعة وصوت جوه العربية قال: في الآخر كله بيرجع للفلوس. المدير قال بدي: ليه بتتصرف كده؟ مين اللي منح ترحيله أصلا؟ ميسو ردت بثقة وقالت: هو أنت سألت سوهو قبل ما الأخبار تنتشر؟ المدير كمل وهو بيحسبها بعقله: قول له إن إحنا هنرفع نقابة سوهو بسرعة لمستوى 6، وهيبقى لازم يركزوا على توسيع
توسيع الارض الزراعيه في كل المناطق المحدده. كده كوريا الجنوبيه هتبقى مخزن العالم للاكل بدل اروكا. دي هي الوطنيه الحقيقيه. ميسو قالت الاستاذ ماكس كلمنا واتفقنا على مقابله في ارض سوهو بكره. هو رد بدهشه وقال اتحدد خلاص. صوت واثق قال بصراحه هو بيشم الفلوس من على بعد كيلو. وبعدين قال انا واثق فيك يا ميسو، انت اللي عملت المشكله وانا اللي بشيلها، انت بس خلي الموضوع يجذب الانتباه وانا هخلص الباقي. المشهد اتغير لطائره استطلاع قربت من الدنجن مستوى 3 في قطاع سول 2، ومن جوه الدنجن اصوات خطوات تقيله بدات تقرب. جونهو خرج وهو بيترنح ووقع على الارض مش قادر اتنفس. ورا منه هان دونج وقع على ركبته من الارهاق. خلاص انا انتهيت. واحد ورا تاني، وجايشيك وقع متكسر ومش قادر يتحرك. في الاخر حتى الراهب ميزونج جين وقع على الارض. سوهو واقف فوقهم وبص لهم ببرود وقلب عصبيه. قوموا لسه فاضل 10 لفات. بس محدش فيهم رد، كله نايم من التعب. سوهو اتنهد وقال بضيق عيال. وفجاه التليفون رن. رد وقال ايوه يا مدام، في حاجه حصلت في البيت. المديره قاعده مع ميس هو. قالت انت كنت بتخليهم ياكلوا وقت التدريب. رد وقال كانوا بياكلوا وانا مش موجود، دلوقتي مفيش اكل تاني. المديره قالت هديك التليفون لميسو كلمها. ميسو قالت من زمان ما شفتكش، سمعت انك بتتدرب تدريب قاسي جدا من غير نوم او راحه 3 ايام من بعد ما رجعت من كوريا. سو رد وقال ايوه صحيح. هي كملت وقالت انت عارف ان رد فعل اليابان شديد جدا، عندنا حل كويس. سو سكت شويه وقال في نفسه عالم البشر ليه قوانين بشر، نسيت ان ضدهم بيجيب وجع بس. وبعدين قال تمام هشوفكم في البيت. بعد شويه في بيت سوهو، ميسو كانت وصلت وقاعده وقالت وهي بتعرف ده مدير فرع اسيا لشركه اس بي اف سي ماكس. ماكس رفع ايده وقال اهلا. سوهو بص له. ماكس ابتسم وقال شرفت بيك يا بارك. سوهو قعدوا كلهم على الترابيزه وسوهو سال مباشره اس بي اف سي عايزه مني ايه. ماكس ابتسم وقال من فتره البطل هيرو اتحداك في مباراه شهره وقال انك ولا حاجه وانه مش محتاج يستخدم ايده عشان يهزمك. سوهو بص له ببرود وقال له هو قال كده. ماكس ابتسم وقال ايوه واهانه صريحه ليك. ميسو قالت انت ما كنتش عارف. سوهو رد وقال كنت سامع حاجه بس ليه عمل كده. ماكس قال ببساطه كل حاجه الفلوس، الماتش ده هيجيب فلوس ضخمه جدا، مفيش داعي تفكر كتير، وافق وخلاص. سوهو كان مش فاهم وقال فلوس. ماكس كمل وقال لو وافقت ممكن تمنع حرب وتحصل على فلوس ضخمه، صفقه واحده وتكسب كل حاجه. سوهو افتكر كلام ديفيد وقال في نفسه ده بيلعب في دماغ الناس بجد. وبعدين قال بصراحه يعني اقدر اقتله بشكل قانوني لو وافق. الاتنين اتصدموا وسكتوا. بعد لحظه ماكس قال متلخبط قواعد اس بي اف سي مفيش مشكله في الوفاه العرضيه اثناء القتال، بس القتل المتعمد ممنوع. ميسو قالت مفيش قتل. وبعدين قالت هكلمك تاني بعد ما اتكلم مع سوهو. ماكس هز راسه وقال تمام اختاروا الصح، وركب عربيته ومشي بسرعه. ميسو بصت لسوهو وقالت لو مش حابب مش لازم توافق، الحرب مش هتحصل غالبا. لكن سوهو قال بثبات انا عايز. هي ابتسمت وقالت اليابان واضح نيتها يا تشتريك يا تشيلك. سوهو رد وقال مش فارق معايا، المهم ادي الولد ده علقه. ابتسم وقال وبعدين طالما الموضوع فيه ضد القانون يبقى احسن. ميسو قالت بحماس طب ايه رايك نتبرع بالفلوس لليابان بعد الماتش عشان نهدي الموقف. سوهو وافق فورا وقال تمام. قالت خلاص هبلغ مارك. وبعدين نزلت ورقه وقالت